ولسه مكملين مع بعض وصفات العيد الحلوة. كل سنة وانتم بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة بطريقة رهيبة وتتبيلة تخلي طعمها أحلى من المطاعم بكتير، وبريحة وطعم يفتح النفس. هقولكوا كل أسرار نجاح الكفتة، ازاي يطلع معاكوا طرية ومستوية ومشوية بطعم يجنن. هقولكوا كمان ازاي الكفتة تفضل متماسكة معاكم وما تفكش منكم أثناء التسوية، وكمان هنضيف الكمية بمكون موجود في كل بيت. هقولك كمان سر من أسرار المحلات بينضاف ايه على الكفتة بيخلي ريحتها تقلب الدنيا قلبان وطعمها مميز وجميل. يعني بعد الفيديو ده هتبقى أستاذة في عمل الكفتة وهتعمليها في البيت بنفسك وهيطلع معاكي أحلى وأجمل من اللي بتشتريها من بره بكتير. يلا بينا نبدأ، ومتنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. المفروض اللحمة المفرومة ديت كل نص كيلو لحمة بيبقى عليها 100 جرام من الدهن، وبما إن اللحمة اللي معايا كانت حمرا حضرت 100 جرام من الدهن أو اللية وفرمتها في الكب فرم ناعم زي ما انتم شايفين، وهضيف على اللحمة المفرومة. وخلي بالكم ان مهم جدا ان اللحمة بتاعتكم يبقى عليها نسبة من الدهن، اقل حاجة على نص كيلو لحمة 100 جرام. الخطوة اللي بعد كده بنضيف على نص كيلو لحمة قرنين فلفل وعود من الكزبرة وبصلية متوسطة، بس بما ان البصل اللي معايا كان صغير فضفت بصلتين صغيرين. في الوقت ده انت ممكن تاخدي الخضار ده كله كده وتحطيه في الكب وتفرميه فرم ناعم، بس متفرميش بزيادة علشان الخضار في الفرن منزلش منك سوائل، وبالتالي عجينة الكفتة تبقى لينة معاكي. بالنسبة لي أنا بحب أقطعه بالسكينة زي ما انتم شايفين، وبقطعه تقطيع ناعم برضه. وممكن كمان نحط اللحمة والخضار في الكبة ونشغل الكبة ونضرب ضرب متقطع لحد الخضار ما يندمج مع اللحمة. بس أنا بحس لو عملت الخطوة دي إن اللحمة ناعمة بزيادة، علشان كده بفضل إن أقطع الخضار بالسكينة وبعجن اللحمة بإيديا. كمان ممكن تقطعي البصل والفلفل الأخضر بالمبشرة، بتحضري المبشرة وتبشريها عليها، هيديكي برضو نفس النتيجة. وبعد ما خلصت تقطيع الخضار اللي معايا، الخطوة اللي بعد كده بضيف كمان على اللحمة معلقتين كبار مليانين من الدقيق. بضيف على الدقيق ربع معلقة من بيكنج باودر. الخطوة اللي بعد كده هنضيف التوابل، والتوابل اللي معايا النهاردة توابل كلها بسيطة، يعني مش هنبالغ أوي في إضافة التوابل علشان نحس طعم اللحمة في الكفتة. بضيف نص معلقة من الكزبرة الناشفة ونص معلقة من الكمون وربع معلقة من السبع بهارات. بضيف كمان شوية صغيرين كده على طرف المعلقة من ورق اللورا المطحون، وبضيف كمان نص معلقة من الجنزبيل البودر وربع معلقة من الفلفل الأسود ونص معلقة ملح. والسر بقى اللي بيخلي الكفتة ريحتها وطعمها حكاية، 3 أرباع عيدان من النعناع الناشف. أنا بنشفه بعيدانه، بجيب 3 أرباع عيدان وبفركهم على كفوفي وبنقي منهم العيدان وبستبعد وبحط الورق الناعم بس. جربوا الإضافة ديت على الكفتة، النعناع بيخلي الكفتة ريحتها وطعمها حكاية، وهيطلع منكم كفتة أحلى وأطعم من اللي بتشتروها من بره بكتير. وبعد ما بضيف التوابل بعجن اللحمة بتاعتي كويس، بعجنها ميقلش عن دقيقتين 3 لحد ما اللحمة والخضار والتوابل يندمجوا مع بعض واللحمة تشد وتعمل خيوط زي ما انتم شايفين. في الوقت ده انت ممكن تدخلها التلاجة، بتغطيها باسترتشاب وتدخلها التلاجة وتسيبها شوية. حضرت طبق وحطيت فيه شوية زيت، حضرت كمان صينية تدخل الفرن علشان اسوي عليها الكفتة. وهنيجي بقى لتصبيع الكفتة. احنا ممكن نصبع الكفتة بسيخ من أسياخ الكفتة، وممكن كمان نستعمل المعلقة أو الشوكة، أو نصبع الكفتة بالمثانة بتاع السكين. كل ده بيديك في الآخر نتيجة واحدة، بيديك صبع كفتة كبير ومفرغ من الوسط. في الأول كده بحط إيدي في الزيت وامسح السيخ اللي هصبع بيه الكفتة بالزيت اللي كان في إيديا علشان الكفتة متلزقش في السيخ، وصبع الكفتة ينزل بنفس التشكيلة اللي شكلتهوله. بجيب قطعة من اللحمة بفردها على السيخ وبصوم بإيديا زي ما انتم شايفين. بشيل صباع الكفتة من على السيخ وبحطه في الصينية اللي هسوي فيها الكفتة. احنا بنحط الكفتة اللي بنصبعها في الصينية عشان احنا هنسويها في فرن بوتاجاز، وهنعمل تركاية صغيرة خالص هتخلي الكفتة تاخد طعم وريحة الفحم، وكأنك شوية الكفتة من البداية للنهاية على الفحم. وبالنسبة للإضافات اللي ضفتها على اللحمة المفرومة، أول إضافة كانت معلقتين دقيق، وعلشان ضفت دقيق حطيت عليه بيكنج باودر. بكده هنضعفنا كمية اللحمة، وأثناء التسوية مستحيل الكفتة منك تفك أو تكش. وكمان إضافة 100 جرام دهن على نص كيلو لحمة، دي إضافة مهمة جدا متستغنيش عنها
علشان هي اللي بتخلي معاك الكفتة بعد التسوية طرية ومش ناشفة، ومتقلقيش خالص من إضافتها، هي بعد التسوية كده بتنزل في أرضية الصينية. أما بقى بالنسبة لإضافة التوابل، عايزة أقولك إن أنت ممكن تستغني عن التوابل اللي احنا ضفناها كلها ما عدا الجنزبيل البودر. إضافة الجنزبيل مهم جدا على المشاوي على اللحوم عامة، بيخلي أي مشاوي طعمها جميل جدا وريحتها جبارة. فبلاش تستغنوا يا جماعة عن الجنزبيل، خليه أساسي في أي وصفة فيها لحوم. وآخر إضافة بقى كانت معانا وهي النعناع. جربوا يا جماعة وهتحكموا بنفسكم، النعناع بيدي ريحة وطعم جميل جدا للكفتة. في أكبر المطاعم بيضيفوا النعناع على الكفتة علشان كده الكفتة تبقى ريحتها مميزة وطعمها مختلف عن الكفتة اللي بنعملها في البيوت. جربي بس تعملي الكفتة بنفس الطريقة وبنفس المكونات، وإن شاء الله هتطلع معاكي أحلى وأجمل من بنشتريها من بره بكتير. طب ليه إحنا لما بنعجن الكفتة بندخلها التلاجة وبنسيبها شوية؟ علشان إحنا لما بنعمل الكفتة في الكبة عجينة الكفتة تبقى لينة، فبندخلها التلاجة عشان تتماسك شوية ونعرف نصبحها وما تفكش من على الأسياخ أثناء التسوية. الكفتة اللي معايا أنا صبحتها على طول علشان العجينة بتاعتها كانت مظبوطة، وده علشان أنا قطعت الخضار بالسكينة والخضار ما نزلش أي سوائل، علشان كده عجينة الكفتة كانت مظبوطة وصبحتها على طول. بالنسبة للتسوية، بقولها الفرن قبلها ب10 دقايق وبسيبه يسخن كويس. وفي نفس الوقت اللي الفرن فيه بيكون بيسخن بكون مشغلة البوتاجاز وحاطة عليه قطعة من الفحم. وأول ما بدخل صينية الكفتة الفرن بكون مدخلة معاها قطعة الفحم وبحط عليها حتة من الزبدة أو شوية من الزيت، وبقفل الفرن وأسيب الكفتة تستوي. طول مدة تسوية الكفتة بتبقى النار عالية من الشواية ومن تحت علشان الكفتة مش بتاخد وقت خالص وبتبقى جاهزة. يعني بكتير خالص الكفتة بتاخد في الفرن ربع ساعة عشان الكفتة تبقى معاكوا طرية كده ومستوية ومتبقاش ناشفة. هنسيب الكفتة تكمل تسوية وهنحضر مع بعض أحلى وأجمل طبق سلطة الطحينة ممكن نقدمه جنب الكفتة. حضرت بولة وهنزل فيها بنص كوباية من الطحينة الخام، والطحينة دي يا جماعة طحينة بيتي أنا عاملاها في البيت بنفسي. إن شاء الله قريب نعملها مع بعض على القناة. نزلت عليها بكوباية من الماء المغلية وعلشان تضاعف كمية الطحينة وتطلع معاكي مظبوطة وجميلة لازم نضيف لها مية تكون بتغلي، يعني سخنة جدا. في الأول بقلب الطحينة بالمية كويس لحد ما أظبط قوام الطحينة. الخطوة اللي بعد كده بضيف لها نص معلقة من الكزبرة الناشفة وربع معلقة من الكمون وربع معلقة من الثوم البودر وربع معلقة صغيرة من الملح. بضيف كمان رشة فلفل أسود. بضيف كمان معلقة كبيرة مليانة من الخل الأبيض وعصرة نص ليمونة. بضيف على الطحينة كمان عضو من الكزبرة الخضراء متقطعين تقطيع ناعم جدا. بقلب الطحينة كويس وبحطها في أطباق التقديم. بكده حطينا طبق طحينة جميل جدا قوامه مظبوط وطعمه زي العسل. وآخر إضافة بنضيفها على الطحينة برش رشة صغيرة كده من الشطة على وش الأطباق، والإضافة دي اختياري وحسب الرغبة. الخطوة اللي بعد كده هنحضر مع بعض السلطة اللي بتقدم جنب المشاوي. حضرت بولة ونزلت فيها بطماطمية متقطعة قطع صغيرة وضفت عليها كمان طماطمية مبشورة. ضفت كمان خيارية وقرن فلفل متقطعين تقطيع صغير وعودين من الكزبرة والشبت متقطعين تقطيع صغير هما كمان. نزلت عليهم مية متلجة. هضيف كمان نص معلقة من الكزبرة الناشفة وربع معلقة من الكمون وربع معلقة من الفلفل الأسود وسري لهم مية السلطة الجميل، معلقة من البابريكا. وضفت كمان فص توم كده متقطع تحتها صغير. بضيف كمان معلقة كبيرة مليانة من الخل الأبيض وعصرة نص ليمونة. بضيف ربع معلقة ملح وبظبط حقيقة السلطة وبدخلها التلاجة لحين استخدامها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ونص كوب لحمة مفرومة. عملنا كمية حلوة جدا من الكفتة، عملناها بطريقة سهلة جدا ومميزة، لا كشت ولا فكت مننا وبالشكل الجميل اللي شايفوه ده. الكفتة مستوية واخدة اللون من تحت ومن فوق ومن جميع الجوانب. عايزاكم تجربوا تعملوا الكفتة بنفس الطريقة وبنفس الإضافات، وإن شاء الله هتعجبكم وهتعتمدوها على طول. وتسلم ايديكم وعينكم مقدما، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ولو لسه مكملين الفيديو ووصلتوا معايا لحد هنا، فضلا ولو أمرا تشرفوني باشتراككم في القناة وتحطوا لايك وكومنت حلو ده منكم، وتشيروا الفيديو لكل حبايبكم علشان يوصلكم كل جديد. وتجربوا تعملوا الكفتة بنفس الطريقة وتقولي في التعليقات ايه رأيكم في الكفتة بالطريقة دي. وأشوفكم بخير الفيديو الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.